عن طريق اللاعب علي جاسم، رأسية أين المتابع، فرصة إلى محمود جميل ولا زالت خطرة، يعطي أفضلية في انطلاقة الشوط الثاني. حيدر فرصة من راقي، حيدر يلعبها سهلة إلى 20 في أندونيسيا هذا الصيف تحديدا. الكرة تتسدد إلى خارج، محمد حسين زادي يلعب الكرة وتتخلص بشكل ممتاز من حسين حسن. كانت الكرة باتجاه المرمى وإبداع من حسين حسن، خلص الكرة إلى ركلة ركنية إيرانية. كرة خطيرة حقيقية، أو الكرة الأخطر للمنتخب الإيراني في المباراة من محمد أمام المرمى، وفرصة ضاع علي 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 جاسم، علي ضاعت فرصة الهدف الثمين للمنتخب العراقي. كاد أن يسجل اللاعب مصطفى قابيل بعد مهارة وتمريرة رائعة من اللاعب علي جاسم، مرر عرضية أرضية بلمسة خطيرة جدا للمنتخب الإيراني ولكن دون أي متابعة. جاسم علي جاسم علي سدد جول، توجها علي جاسم للمنتخب العراقي. هدف ذهبي، هدف ثمين للمنتخب العراقي، هدف رائع أتى في وقت قاتل، أتى في وقت مناسب. بعد هذا المجهود الكبير لعلي جاسم يسجل هدف التقدم للمنتخب العراقي. هدف التقدم أتى في وقت ثمين وأتى في وقت ذهبي للمنتخب العراقي. علي جاسم يتقدم للعراق بهدف رائع بمجهود فردي قاد